حكاية أحمد مظهر فارس السينما الذي بكى في صمت. أحمد مظهر كان فارس حقيقي، مش بس على الشاشة لكن كمان في الحياة. خريج الكلية الحربية وكان زميل دفعة لجمال عبد الناصر وأنور السادات. شارك في حرب فلسطين سنة 1948، شايل السلاح بجد قبل ما يمسك النص في السينما. لكن لما دخل التمثيل عمل نقلة. من أول دور ليه في رد قلبي اتصنف كنجم كبير، والكل شاف فيه الهيبة والوقار. لكنه ما كانش ممثل بس، كان مثقف رسام ومهتم بالفنون وبيحب الخيل جدا. ورغم الشهرة عاش حياته ببساطة وما كانش بيحب الأضواء الكتير. لكن الحكاية اللي وجعت قلوب الناس لما توفى ابنه الوحيد في حادث، والدنيا اتكسرت قواه وساب الفن لفترة، وما حبش يتكلم عن وجعه أبدا لحد ما مات وهو ساكت وسايب وراه أفلام خلدته. تابعونا على قناة نادي الزمن الجميل، ولو حابين نحكي حكايات نجوم تانيين اكتبوا لنا في التعليقات.